تعالي اقول لك لو عندك مناسبة ومش عارفة تعملي ايه، لو عايزة مثلا تورتة عيد ميلاد اقول لك على مقاديرها وازاي تطلع معاكي مظبوطة وكمان تعملي الفينش بتاعها كويس. يلا نصلي على حبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ونبدأ. نجيب هنا هو 350 جرام من الدقيق الاسبونج الشوكولاتة، حطيت عليه 4 بيضات وتلت كوباية من المية عادية من الحنفية. وهبتدي ان انا احط معلقة من محسن الجل، وهبتدي ان انا اضربهم بالمضرب. طبعا السبونج ده بيسهل علينا حاجات كتير وبيبقى فيه البيكنج باودر وفيه كل حاجة، يعني ما عليكي ان انت تشتريه. هبتدي بقى ان انا اجيب المضرب وابتدي ان انا اضربهم ضرب جامد جدا عشان خاطر ان هو يعلى معانا. هو في الاول هيبقى لونه هو غامق وبعد كده هيبتدي لونه يفتح معانا. وكمان هيعلى وهيعمل فوم كبير جدا، او ان هو كده يبقى نتيجة مضمونة. لازم اقل حاجة نضربه من 5 ل7 دقايق لحد لما يبقى عامل كده، هو لونه بيفتح معانا وبيتقل معانا. بنكون في الوقت دوت بشغل الفرن على درجة حرارة 180، وبجيب صاج 30 في 40 وبحط ورق حواوشي. ده ورق حواوشي مش ورق زبدة، بيبقى رخيص شوية عن ورق الزبدة. لو في ورق زبدة مفيش أي مشكلة، وابتدي إن انت افرديه عليه بحيث إن هو يبقى على كل الصاج. أنا حطيته في صاج، ممكن تحطيه في الصينية مقاس 20 أو 22، وهتقسميها طبقات. انا حبيت ان انا اعمله في الصاج وبرضك ان انا ايه هقسمه. شوفي انت المتاح عندك ايه واعمليه. لو عندك الصينيه اعملي فيها تكون صينيه عاليه وحفاها بتاعها عالي شويه. هبتدي بقى ادخلها الفرن، بتاخدش وقت كتير، بتاخد من 10 دقايق ل 13 دقيقه، وتختبريها بخلة اسنان هتطلع معاكي زي الفل. طلعيه وسيبيه يبرد شويه. هنعمل الكريمه بتاعتنا، هنحط حوالي 4 معالق او 5 معالق من السكر الحبيبات، وهحط كوبايتين من الميه المجمده، يعني يكون فيها قطع من التلج. وابتدي ان انا اضربه اول بحيث ان السكر يدوب. ما نحطش سكر بودرة خالص. ولو انتوا عايزين الكريمة بتاعتنا مسكرة زيادة عن اللزوم او مسكرة شوية، ممكن تخليها 6 معالق او نص كوباية من السكر. هحط كوباية ونص من الكريم شانتيه الخام اللي من غير سكر. وهبتدي ان انا احط معلقتين من الباستل كريم، وهحط كمان معلقة كبيرة من اللبن البودرة او معلقتين من اللبن البودرة. ده احنا بس من طعم الكريمة، لو مش عايزة خلاص ممكن تحطوا كمان في الكريمة بدل المية حطوا لبن. بس انا حبيت ان انا اعملها يعني تبقى برضك هيبقى طعمها حلو وكده اهوت. ممكن تحطي معلقتين من اللبن البودرة وممكن تستغني عنهم. وهبتدي ان انا اضرب الخليط بتاعي دوت الكريمه بتاعتي لحد لما تتقل معانا. وبعد كده هبتدي ان انا لو انا عايزاها كريمه بيضه هسيبها زي ما هي، لو انا عايزاها بالشوكولاته هنزود لا اما جناش شوكولاته لا اما مثلا شوكولاته قابله للدهن او كاكاو خام نحطه عليها. هنضرب حوالي 5 دقايق كده لحد لما الكريمه بتاعتنا تتقل معانا. هبتدي ان انا هحط الكاكاو كاكاو خام اسباني، هحط معلقتين. وانتوا لو عايزين تتقلوا او تزودوا طعم الكاكاو او الشوكولاته تقدروا تحطوا، بس خلوا بالكم عشان الكاكاو بيبقى مر شويه فهيخلي لنا الكريمه مره، فما تزودوش اكتر من كده. ممكن تحطوا جناش شوكولاته او يعني شوكولاته قابله للدهن ديت. ده نوع حلو قوي بستخدمه، او سما بتبقى حلوة جدا. حطيت منها معلقتين بحيث ان انا اطعم كمان الكريمة وتبقى طعمها شوكولاتة، وكمان اللي هي شوكولاتة بالبندق بتدي طعم حلو قوي. هبتدي هنا هو خلاص الكريمة خلصتها، هعبيها كده في كيس حلواني. وهبتدي اجيب بقى القاعدة بتاعتي اللي هي هحط عليها الكيك. وانا كنت في الوقت دوت قطعت الكيك كده هوت بمقاس 22، ودي القاعدة بتاعتي مقاس 30 او 28. وهبتدي ان انا احط اول طبقة، هي عملت معايا طبقتين كاملين ونصين وفي حتت باقية، فانا هعملها 4 طبقات. يعني ممكن انت تعملي التورتة دي 3 طبقات هتبقى حلوة قوي، وانا خليتها 4 طبقات. يعني قلت الكيك اللي هو مقطع دوت انا هعمله ايه راق وكده هو. فانا ببتدي بحط كمان ميه بسكر وابتدي اسقي بيها الكيك. هي الكيك بيبقى هش وحلو جدا، بس بحاول ان انا اسقيها عشان ما تنشفش معايا. هنا دي اول قطعه حطيتها سليمه، وبعدين هنا حطيت القطع الصغيره. حاولت ان انا املى بيها المكان كله، وعملت منها ايه طبقه حلوه قوي. وهبتدي ان انا اسقيها بالميه بسكر اللي انا قلت لكم عليها دي. وبعد كده هحط ايه طبقه من الكريمه وافردها، ونعيد كل الطبقات بتاعتنا بهذا الشكل. انا حبيت اوريكم ان انا حتى قطع الكيك ابتديت ان انا رصيته بشكل حلو جدا واتعملت معايا طبقه. يعني ايه مفيش حاجه عندي تترمي.
خلاص وباساويها، المهم إن أنتِ تساوي السطح كويس، ابتديت إن أنا أحط بقى دول النُصّين اللي أنا شِلتهم أو طلعوا يعني نُصّين مش أوي يعني، بس نُصّين. هابتدي أكمّل باقي النُصّين الحتت الفاضية دي بحتت من الكيك اللي هي متبقية، فهنا عملت لي هنا طبقة التالتة، وهابتدي أسقيها بالمَيّة بسُكّر وأحط الكريمة فوق منها، وهاحط الطبقة الأخيرة وأبتدي أجلّسها. ما حبيتش إن أنا أطوّل عليكم الفيديو عشان ما يبقاش طويل عليكم. هنا ابتديت إن أنا أحط الكريمة فوق الوش وحطيتها على الجناب، وابتديت إن أنا أجلسها بحيث إن هي تبقى السطح بتاعها ما فيهوش أي تعرجات ولا في أي حاجة باينة منه. وببتدي أجيب بقى السكرابر المشرشر ده وبديله شكل كده من على الجناب، بيبقى شكله مشرشر وحلو وجميل كده. وهلم بقى ايه السطح لو في أي حاجة ظاهرة منه هبتدي إن أنا ألمها. في الوقت دوت أنا عايزة أعمل جناش، فمش يعني مش عايزة أعمل جناش، فحبيت إن أنا أحط صوص من الشوكولاتة اللي هي الشوكولاتة القابلة للدهن ديت، بخففها بشوية زيت وأحطها. لو انتوا عايزين الجناش أنا ممكن أقول لكم على طريقته، هي نص كوباية من المية وتحطوا عليها معلقتين من كريم شانتيه، وتحطوا كمان عليها مكعب 100 جرام من الشوكولاتة، وتكون على النار بتسخن المية والكريم شانتيه، وتحط عليها مكعب شوكولاتة ويبقى في الآخر بتحطي معلقتين من الزيت، بتبقى ده الجناش بتاع الشوكولاتة. انا هنا جبت الشوكولاته القابله للدهن ديت او النوتيلا، وابتديت ان انا زودتها شويه من الزيت وحطيتها في كيس كده هوت عادي جدا، ما نسخنش اي حاجه ولا نسخن الشوكولاته، وحطيتها في كيس وابتديت ان انا اعمل بيها التربات ديت اللي هي بتبقى نازله على جنب التورته، بتدي شكل حلو قوي وتبقى جميله. والباقي الشوكولاته ديت هبتدي احطها من فوق الوش، هبتدي انزلها من الكيس، هي فتحه الكيس بتبقى صغيره بتقص فتحه الكيس، وبتحطي الدربات ديت وبتنزليها على الحروف. المفروض ان انت كنت تاخدي التورتايه، او ان انا اخد التورتايه دي ادخلها في الفريزر او ادخلها في التلاجة لمدة ساعة بحيث ان هي تشد شوية الكريمة وتمسك شوية. بس انا ابتديت ان انا اعمل كل حاجة مرة واحدة عشان انا عايزة اخلص او يمكن ما كانش ايه عندي وقت ان انا احطها في الفريزر. فابتديت ان انا انزل كده هو ببساطة كده بطرف اي سكينه او اي حاجه بتروحي عامله ايه الشوكولاته. حبيت ان انا اعمل الكريم شانتيه فحسيت انها هتقع، هتتزحلق مني ال الروزيتات دي هتتزحلق من الشوكولاته لان هي لسه ما شدتش نفسها شويه. فبعد ما زينتها كده ففكرت انها هتقع وهتتزحلق فقلت لا، فابتديت ان انا اشيلها واحطها في التلاجة عشان تمسك نفسها. وحتى غيرت شكل الروزيتات بتاعتها. هنا كنت عاملة مكعبات شوكولاتة كده في قوالب سيليكون كده، فعملت منها مربعات أو مكعبات من الشوكولاتة بحيث إن أنا أزين ما بين كل روزيتا وروزيتا، أحط مكعب من الشوكولاتة بتديها شكل حلو. وأنا حبيت إن أنا أعمل تورتاية دي مليانة بالشوكولاتات بحيث إن هي تبقى حلوة وشكلها حلو. وفي ناس كمان بتحب كمية الشوكولاتات. كان عندي برضك المعالق ديت بتبقى برضك بالسيليكون، وكنت جايبة شوكولاتة كده قطعتها ويفر بحيث ان انا املى كل التورتيه. انا كنت عايزه التورتيه كلها احط فيها كلها شوكولاتات واوريو، كنت جايبه بسكوت الاوريو حطيت منه بالدست الذهبي يعني لمعتها كده خليت واحده ذهبي وواحده الاوريو العاديه، وحطيت شوكولاتات. وبعدين كنت عامله الحروف بتاعت هابي بيرث داي ان انا احطها برضك في التورته. انا كان نفسي ان انا اعمل التورتيه كلها مليانه بالشوكولاتات والكلام ده، بس برضك كنت كاتبه هابي بيرث داي عشان التورتايه دي لبنتي اللي ملك في الثانويه العامه، ربنا يا رب ينجحها يا رب وينولها كل اللي هي عايزاه. فحبيت ان انا افرحها لان هي اصلا يا عيني ما بتخرجش مش حاسه باي حاجه بسبب المذاكره. ادعوا لها ادعوا لها يا جماعه، هي في ثالثه ثانوي عام، يا رب ربنا ينجحها ويكلل تعبها ده كله على خير. فحبيت ان انا افرحها وان انا اخلي صحابها يجوا في اليوم دوت يعني يحتفلوا معاها. احنا يعني احتفال بسيط، حتى هي كانت واقفة بتحط، فلما شافت ان الكاميرا شغالة فحبت انها اتكسفت يعني، فقفلنا الكاميرا عشان هي تكتب او تحط الحروف بتاعت هابي بيرث داي، وكتبنا اسمها ملك كده، وقفنا الاسم بحيث ان ايه ما كانش فيه مكان ليه خالص. وعملنا التورتايه وزيناها بالشكل دوت. لو انتوا عايزين تعملوها في البيت اعملوها وفرحوا عيالكم. ولو وصلت لحد هنا بتتفرجي على الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وكومنت حلو وتشجعوني وتدعموني في قناتي مطبخ ملك على اليوتيوب وعلى الفيس.